السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. طبعا مستنيين مني اقول لكم لسه مكملين سلسله. لا مش هنقول النهارده امثال شعبيه، ولكن هنقول الاقاويل المصريه. طبعا في اقاويل مصريه احنا بنقولها، وهقول لكم النهارده اقاويل مصريه مشهوره جدا. من الاقاويل المصريه زي كلمه يا لهوي دايما بنقولها. يعني بص، عايزه اقول لكم فقير غني كل الناس بتقولها، يعني من كل انحاء مصر بتقولها يعني. طب انتوا عمركم ما سألتوا نفسكم ايه اصل الحكاية؟ خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف الكلمة دي احنا جايبينها منين. اصل الحكايه بيرجع ايام الدوله العثمانيه. اول ما دخلت مصر الدوله العثمانيه يا جماعه اللي هم الاتراك دخلوا مصر، لكن هم احتلوها في اوائل القرن ال 19. طبعا اي دوله بتدخل اي بلد هتحتلها زي مصر ما بيفكروش في اهلها، كل اللي يهمهم ان هم ياخدوا خيراتها. في الوقت ده كان في اوائل القرن ال 19، في اوائل الدوله العثمانيه. لما دخلت مصر انتشر الجهل وانتشر الشعوذه وبقى في دجالين جدا. وظهر واحد في الوقت ده في احدى القرى المصريه اسمه لهوي، لدرجه ان الناس كلها لما كان بيحصل لهم اي مصيبه كان بيروح عند عم لهوي ده. ومصر كلها بقى مشهور جدا لهوي ده، بقى يقفوا بالطوابير على الباب بتاعه ويقولوا له يا لهوي عشان يخرج قال ايه يحل لهم مشكلتهم. وانتشرت المقوله دي لحد دلوقتي، لما بيحصل اي مصيبه فالناس اعوذ بالله تقول ايه؟ يا لهوي. بس كده. السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. طبعا مستنيين مني اقول لكم لسه مكملين سلسله. لا مش هنقول النهارده امثال شعبيه، ولكن هنقول الاقاويل المصريه. طبعا في اقاويل مصريه احنا بنقولها، وهقول لكم النهارده اقاويل مصريه مشهوره جدا. من الاقاويل المصريه زي كلمه يا لهوي دايما بنقولها. يعني بص، عايزه اقول لكم فقير غني كل الناس بتقولها، يعني من كل انحاء مصر بتقولها يعني. طب انتوا عمركم ما سألتوا نفسكم ايه اصل الحكاية؟ خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف الكلمة دي احنا جايبينها منين. اصل الحكايه بيرجع ايام الدوله العثمانيه. اول ما دخلت مصر الدوله العثمانيه يا جماعه اللي هم الاتراك دخلوا مصر، لكن هم احتلوها في اوائل القرن ال 19. طبعا اي دوله بتدخل اي بلد هتحتلها زي مصر ما بيفكروش في اهلها، كل اللي يهمهم ان هم ياخدوا خيراتها. في الوقت ده كان في اوائل القرن ال 19، في اوائل الدوله العثمانيه. لما دخلت مصر انتشر الجهل وانتشر الشعوذه وبقى في دجالين جدا. وظهر واحد في الوقت ده في احدى القرى المصريه اسمه لهوي، لدرجه ان الناس كلها لما كان بيحصل لهم اي مصيبه كان بيروح عند عم لهوي ده. ومصر كلها بقى مشهور جدا لهوي ده، بقى يقفوا بالطوابير على الباب بتاعه ويقولوا له يا لهوي عشان يخرج